غادي نسولك سؤال وما محتاجاش تجاوبيني. عمرك حسيتي بتعب واخا ما درتي حتى مجهود جسدي؟ عمرك مشيتي تنعسي ولكن عقلك بقى فايق، كتسدي عينيك وتبداي تعاودي النهار كامل في دماغك، كلمات قلتيها وكلمات لا، حوايج وقعت حوايج غير تخيلتيها. هادشي ما سميتوش تفكير، هادشي اسمه overthinking. مرحبا بكم، انا ساره. ولا كنتي كتسمعيني دابا بغيتك تعرفي ان هاد اللحظه ليك. اليوم ما غاديش نعطيك حلول سريعه ولا نصائح من نوع حبس التفكير، حيت لو كان سهل ما نكونوش هنا. اليوم غادي نفهموا شنو هو الاوفر ثينكين فعلا، علاش كيوقع وشنو كيبغي منا العقل وكيفاش نخرجوا منه بلا حرب مع النفس. شنو هو الاوفر ثينكين؟ ماشي كثره التفكير، حيت التفكير حاجه صحيه. هو بلي العقل كيبقى محبوس في الدائره، كتفكري في مشكل، كتقلقي، كتزيدي تفكري اكثر وكتغرقي اكثر. علميا الدماغ ملي كيحس بالخطر حتى لو كان غير فكره كيشعل الاميغدالا، هو مركز الخوف، وكيحبسك في حاله يقظه، كيشغل نظام الدفاع. وهذا النظام ما كيسولش شنو الحل، كيسول كيفاش ننجو. ومن هنا العقل كيبقى سهران مراقب محلل. يعني الاوفر ثينكين هو محاول ديال العقل باش يحميك، ولكن بطريقه متعبه. علاش كنفرطوا في التفكير؟ اول حاجه هي الناس اللي كيكونوا واعيين بزاف. الا كنتي كتلاحظ التفاصيل، كتفكري في مشاعر الناس وارائهم وكتسولي راسك بزاف، راه احتمال كبير تكوني كتفرطي في التفكير. تاني حاجه هي التجارب القديمه، شي مره غلطتي، جرحتي، شي موقف خلى العقل يقول خاصني نكون حذره ونراقب كل شيء. وهذا الحذر بقى حتى ولات الحياه عاديه. ثالث حاجه هي السوشيال ميديا. العقل دائما في مقارنه، انا فين وهما فين، علاش حياتي ماشي في حالهم. هاد المقارنه كتشعل التفكير بلا توقف. كيفاش كيأثر الاوفر ثينكين على حياتنا؟ كيخليك ما تاخدي حتى قرار، كيخليك تشكي في راسك، كيضيع عليك اللحظه الحاليه، كيخليك تعيشي في المستقبل او الماضي، والاخطر كيخليك تحسي براسك واقفه حتى الا كنتي كديري مجهود. الحقيقه اللي خصنا نقولوها، الاوفر ثينكين ماشي ضعف، هو ذكاء بلا حدود. ولكن اي حاجه بلا حدود كتولي سجن. العقل محتاج حدود، طمأنينه، ثقه. كيفاش نخرجوا من الاوفر ثينكين؟ اول حاجه هي وعي بلا حكم. اول خطوه ماشي نحبسوا التفكير، ولكن نلاحظوه. قولي انا دابا كنفرط في التفكير، غير سميه. التسميه كتفصل بينك وبين الفكره. تاني حاجه رجوع للجسد. العقل ما كيهداش بالكلام فقط. جربي نفس عميق، تحريك الجسم، شرب الماء، المشي. الجسد هو المفتاح باش يهدأ العقل. ثالث حاجه كتبي الافكار. العقل كيعيد الفكره حيت خايف ينساها، كتبيها، قولي ليه راه تسجلات وغادي يهدأ بشويه. رابع حاجه هو سؤال ذكي. سولي راسك، واش هاد الفكره تحت السيطره ديالي؟ الا لا، علاش نضيع طاقتي؟ بهاد الاسئله كتحبس دوامات التفكير. خامس حاجه فرقي بين الفكره والحقيقه. الفكره غادي نفشل، الحقيقه انا غير خايفه. هاد الفرق كيبدل كل شيء. سادس حاجه وقت مخصص للتفكير. حددي 10 دقائق في النهار تفكري فيهم بحريه، ومن بعد قولي دابا وقت الراحه. سابعا والايمان والتسليم. دينيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا وصلتي لحدودك راه التسليم قوه. الا كنتي كتفرطي في التفكير دابا، بغيتك تعرفي راه ماشي بوحدك. الاوفر ثينكين ما غاديش يختفي فجاه، ولكن يقدر يهدأ بشويه وبفهم وبرحمه مع النفس. في هذه القناه غادي نتعلموا نهضروا مع عقلنا ماشي نغلبوه. الا حسيتي هاد الهضره وصلت ليك، تسجلي في القناه وخلي لي تعليق. انا كنفرط في التفكير ولكن دابا فهمت راسي بشويه. وشنو اكثر فكره كتعاود في بالك؟ انا هنا باش نسمع ليك. هذه كانت لحظه ليك، ونتلاقاو في لقاء جديد للافضل.